في يوم من الأيام أب كان لسه جايب موبايل جديد غالي جدا وفرحان بيه كأنه كنز. قعد في البلكونة يركب الكفر ويحط عليه الإكسسوارات علشان يحافظ عليه. ابنه الصغير كان بيلعب جنبه، ولما شاف الموبايل لفت نظره، جاب دبوس صغير وبدأ يخربش بيه على ظهر الموبايل. الأب لما شاف المنظر اتعصب جدا وراح ماسك إيد ابنه وفضل يضرب فيها بعصبية شديدة وهو ماسك مفك. الصغير فضل يصرخ، ولما الجيران جموا وشالوا الأب من فوقه خدوا الولد بسرعة على المستشفى. الدكتور خرج وقال: للأسف يا حاج، ابنك صوابع إيده اتأذت بشكل كبير وممكن ما يعرفش يحركها تاني. الأب وقف مصدوم والدموع نازلة من عينه. وبعد شوية دخل الولد يبص لأبوه وقال له: بابا، هو أنا هقدر أكتب لك تاني بحبك زي الأول؟ الكلمة دي كانت زي السكين في قلب الأب. رجع البيت وهو مش قادر يستوعب اللي حصل. بص على الموبايل، لقى إن الخربشة اللي كتبها ابنه مش مجرد لعب، كان كاتب عليها كلمة: بحبك يا بابا. ساعتها وقع على الأرض من الندم، بس للأسف فات الأوان. العبرة: الغضب لحظة، بس جرحه ممكن يفضل العمر كله. صلوا على النبي